صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام لوجهه الكريم. طبعا امبارح اللي لابس ازرق بيكسب، يعني النهارده انا متوقع سان داونز مش هيلعب بالاصفر عشان بيراميدز بيلعب بالازرق، تمام؟ ولو لعبوا بالازرق والقاعده بتاعتك ايه ان الجماعه بتوع علم النفس بيقول لك الاصفر بقى انهزامي او بقى علماء النفس بيقول لك ده ايه اللي بيلبسوا الاصفر بيتغلبوا. طيب يبقى كده امبارح 5 والنهارده مثلا بيراميدز يحقق مفاجأة ويفوز بالأزرق. طيب امبارح الناس كسبوا 5-0. كشف لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان أن الفريق حقق هدفه الموضوع منذ بداية الموسم، وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه بالفوز 5-0. يا جماعة ما شفتش حد كسب 5-0 قبل كده، يعني لو بيلعب برشلونة كان أحسن. إنتر كسب برشلونة إزاي؟ قال لويس إنريكي عبر قناة كانال بلاس أن هدفنا صناعة التاريخ، هم صنعوه كده 5-0 محدش هيعملها تاني أصلا. منذ بداية الموسم حين وقت الاحتفال شعرت بتواصل حقيقي بين اللاعبين. بيقول لك نصر الخليفي كان بيقول لو كسبنا دوري أبطال أوروبا هنذيع قنوات بين سبورت لمدة سنة مجانا. من شوية ما اعرفش في قناة بتقول أو في الناس كاتبة بوست إنه هيفتح 5 قنوات، هتلاقي هيفتح 5 قنوات ومش عليهم ماتشات، فمش عايزين بقى إيه يا رب يفتح قنوات اللي عليهم ماتشات المهمة. وأتم أعتقد أننا سنستحق ذلك ومن الصعب اللعب هذا المستوى لكننا عرفنا كيف نتعامل مع الضغط. 5 كتير، 5 كتير يا جماعة. سجل أهداف باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وديزيري دوي هدفين وخفيتيا كافاراتسيانو وسيني مايلو. بعد 10 سنوات يحقق لويس إنريكي الثلاثية للمرة الثانية في مسيرته، الأولى في 2015 مع برشلونة بجيل تاريخي واليوم بجيل شاب. بقول لك معدل أعمارهم 24 سنة، يعني لاعبوا يا جماعة الناس الشباب الصغيرين إن هم يعني أنت شايف يامال 17 سنة وبيعمل لك العجب في الكورة. خلال تلك السنوات مر إنريكي بأزمة كبرى ربما لا يستفيق الكثيرين منهم، وفاة نجلته شانا. وقرر لويس إنريكي خلال فيلمه الوثائقي يو هافنت جوت ا كلو أن وفاة شانا علمته الكثير من الحياة وأثر بشكل إيجابي على تعامله مع التحديات. كان عنده راجل تحدي إنريكي إنه يكسب وما حدش يكسب بالنهاية دوري أبطال أوروبا. ده كان يا جماعة صيد واحد بيلعبوا ناحية واحدة 5-0 يعني. طيب حكيمي بقى جاب هدف ولا أروع، أول هدف تقريبا حكيمي ما رضيش يحتفل. يبدو أنه كان بيلعب في إنتر ميلان من قبل، تمام؟ شدد المغربي الحكيمي لاعب ان فريقه حقق هدفه وصنع التاريخ. توج باريس سان جيرمان بلقب دوري ابطال اوروبا لاول مره في تاريخه بالفوز 5-0 على انتر في النهائي. قال المغربي في تصريح مقتضب عبر سكاي سبورت ان جئت الى هذا النادي كان الهدف هو الفوز بهذا الكاس من اجل صنع التاريخ من اوسع ابوابه طبعا. وأصبح المغربي ثالث لاعب عربي يسجل في نهائي الأبطال أوروبا بعد الجزائري رابح ماجر ومحمد صلاح مو صلاح بعدها افتتح التسجيل ضد إنتر. طيلة 14 عاما تحت القيادة القطرية لباريس سان جيرمان عرف العالم تواجد النجوم الأبرز على الساحة. ميسي كان لعب قبل كده في باريس سان جيرمان ونيمار بس ما كسبوش. بدأ من زلاتان أهو هنقولهم زلاتان إبراهيموفيتش ومرورا بديفيد بيكهام ثم نيمار وميسي واخيرا كيليان مبابي، تمام؟ وبس مبابي مش راح ريال فما خدش. وصل باريس سان جيرمان لنهائي دوري الابطال في 2020 لاول مره وخسر بفوارق ضئيله مع بايرن ميونخ الذي فاز على ملعبه اليوم. جاء لويس كامبوس في منصب المستشار الفني ومعه لويس إنريكي المدير الفني الجديد. رحل نيمار
ثم ميسي ثم مبابي، وتحرر باريس سان جيرمان من قيوده. لعب بقى بالشباب مش لعب بالمشاهير، ولعب بالشباب الناس كلها عندها روح انها تفوز. تمام، في هدف فريق يضم مجموعه من الشباب الواعد والصاعد الذي تحسس طريقه ببطء من بدايه مشواره بدوري الابطال، اكتسب الثقه اكثر وتفوق على المرشحين وفاز باللقب بطريقه لا تصدق في هذه النسخه الجديده من دوري الابطال. 5-0 يا جماعه، النتيجه ما حصلتش قبل كده. تفوق على مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في المجموعات بعدما خسر من ارسنال واتلتيكو مدريد واحتل المركز ال15. يسحب بريست 1-0 في الملحق، ثم ضرب الفرق الانجليزيه تبعا بدءا من ليفربول ثم استون فيلا ثم ارسنال وصولا للنهايه حتى حقق الانتصار، فوز لا يمحى من الذاكره. تمام. زيريدو عندما يتم ترجمتها باللغه الانجليزيه فهي تعني الموهوب المرغوب. تمام، وبالفعل ذلك الموهوب حقق المرغوب لباريس سان جيرمان اليوم بعدة سنوات من مطارات رحيم المستحيل، وبات أصغر لاعب فرنسي يشارك في نهائي دوري أبطال، وأول لاعب يسجل هدفين ويصنع هدف منذ نهائي 1964 عندما فعلها ساندرو ماتزولا ضد ريال مدريد. طبعا ديزيدوي أنا في غاية السعادة هو اللاعب الفرنسي، ولا أعرف كيف سنحتفل. لا يعرف ديزيدوي لاعب باريس سان جيرمان كيف يصنع سعادة بقيادة فريقه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا. تمام، لا أجد كلمات للتعبير، إنه حلم تحقق، إنه أمر مذهل، أنا في غاية السعادة. طبعا انتر ميلان، رئيس انتر ميلان بيقول لك ليلة سلبية، تفوق الخصم في كل النواحي وهذا موعد الاجتماع مع انزاجي. مش عارفين انزاجي بقى هيمشي ولا ايه. شدد جوسي ماروتا رئيس انتر ان مستقبل سيمون انزاجي لن يحسم بسبب خسارة لقب دوري ابطال اوروبا، كما اعتذر لمشجعي فريقه. تمام. هنخرج بقى من دورة النهارده يا جماعه في ماتش مهم جدا، بيراميدز المصري مع سان داونز. القاعده اللي الناس عماله تقول عليها من امبارح ان اللون الاصفر فيه يعني سلبيه وفي مشاكل وفي حاجات نفسيه، يعني لو سان داونز لعب بالفانيلا الصفراء ولعب بيراميدز بالازرق وبيراميدز فاز اليوم، هيبقى القاعده النفسويه دي قاعده بقى بانت انها صحيحه. تمام، مع ان سان داونز بيلعب بالاصفر، لعب ضد الاهلي بس ما لعبش ضد الازرق. الازرق بقى بقول لك ايه، حاجات بقى ايه، عشان العفاريت وعشان قوي. تمام، لون قوي. حسم امام عاشور. بقى نرجع للدوري المصري، احنا طبعا نتمنى بيراميدز يفوز النهارده عشان الايه البطوله تبقى مصريه. تمام، وما تخرجش من مصر، يعني الاهلي السنه اللي فاتت والسنه دي تبقى بيراميدز. حسم امام عاشور جائزه هداف الدوري طبعا بعد ما حسين الشحات اداله الهديه، وسجل لاعب الوسط امام عاشور 13 هدف، انفرد بصداره هدافي الدوري. فاز الاهلي بجائزه هداف الدوري 14 مره من الذي يفوز بهم جائزه هداف الدوري. طبعا بات هو اللاعب رقم 12 الذي يفوز بالجائزه من الاهلي. محمد شريف، وليد ازارو، امادو فلافيو، ابو تريكا مرتين، عماد متعب، احمد بلال، حسام حسن، محمد رمضان، بيبو الخطيب مرتين، وساد الدزوي، وسام ابو علي، وامام عاشور. طبعا يا جماعه محمود جاد حارس النادي المصري قال لك هو اكتر حارس حافظ على نظافه شباكه في الدوري. 13 من 20 13 مباراه كانت نظيفه. حافظ محمود جاد على نظافه شباكه في الدوري في 13 مباراه، اللي اصبح اكثر حارس حافظ على نظافه الشباك. محمود جاد ده المفروض حارس متميز، وطبعا سيحه اللي هينضم الاهلي جديد ده حارس متميز. في حارس كمان اللي كويس جدا كان وقف للبنك الاهلي لما اتصاب حارس البنك البلعوطي، اتصاب ونزل واحد تاني غير الجباسك. في حارس انا مش فاكر اسمه، بس الحارس ده ولا اروع يا جماعه. الحارس ده برضو من الحراس الجمال جدا.
يلا هنقول بقى الماتشات النهارده. طبعا النهارده اهم ماتش اللي هيتشاف طبعا بيراميدز وسان داونز. طبعا في كرة السلة طبعا الاهلي والاتحاد كل يوم ويوم ولا كل يوم بيلعبوا ماتش. مرة ده يكسب 75 71، مرة 76 73. هنشوف اخر مرة هيعملوا ايه والدنيا هتبقى ايه ان شاء الله. طبعا عايزين نشوف المباريات اليوم. نتائج مباريات الامس. طبعا زي ما انتم عارفين الخمسه اللي حصل باريس سان جيرمان والانتر. الزمالك كسب فرقه 2-0. الاهلي هو زي ما بقول لكم كسب الاتحاد 75 71، وقبلها بيوم الاتحاد كسب 76 73. طبعا في الدوري التركي سيفاسبور والانس 2-0 لالانسبور. ابور الاسمده كسبت الصوت 2-0. كهرباء اسماعيليه الجديده في الدوري كسبت 2-1 منتخب السويس. سبورتنج ونادي وي كسب وي 2-0. القناه والبلديه القناه كسب 1-0. فنار بخشة وكنا سبور 2-1. النهارده بقى الماتشات المهمه. الساعه 8 بيراميدز ومودي سان داونز. الساعه 5 ماتش كمان الاتحاد السكندري والاهلي في السله. طبعا في كاس العالم للانديه لوس انجلوس كسب كلوب امريكا عشان يصعد هو. بودرمسبور وبشكتاش الساعه 7 في الدوري التركي. صلى على الحبيب قلبك يطيب.